السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. النهارده باذن الله هنعمل مع بعض عدس بالشعريه بطريقه سهله وجميله جدا، وهنعمل كمان بصل مخلل بيتاكل جنب العدس بالشعريه. الطعم بجد حكايه. جربوا الوصفه دي بالطريقه ديت هتعجبكم جدا. تابعوا معايا الفيديو. اول حاجه هنقول بسم الله. انا هنا معايا كوبايه من العدس الاصفر غسلاه كويس ومنقياه كويس، ومعايا بصلايه مقطعاها مكعبات، ومعايا 5 فصوص توم، ومعايا ورق لوري. ابتدي اول حاجه نعملها ان احنا نسلق العدس. انزل بالعدس في الحله عندي، وانزل عليها بكوبايتين ميه كبار بالشكل ده، وانزل عليهم بالبصل، وانزل عليها بالورق اللوري وال5 فصوص الثوم، وانزل عليهم بنص معلقه من الكمون، وانزل عليهم بنص معلقه من الفلفل الاسود، واسيب العدس بتاعي ان هو يستوي معانا. وبعد كده نبتدي ان احنا نعمل البصله المخلله بتاعتنا. اول حاجه نجيب البصلتين متوسطين الحجم،